طلاق شيرين عبد الوهاب وحسام حبيب للمرة الثالثة، ايه هو سبب الانفصال؟ وايه هي حالة شيرين دلوقتي؟ وهل حسام حبيب انتهى من حياة شيرين عبد الوهاب بشكل نهائي؟ كل ده هتعرفوه معايا، بس كمل الفيديو للآخر، ولو عجبك الفيديو دوس لايك وشير وسبسكرايب للقناة. من 5 سنين تقريبا وتحديدا في 2018 احتفلت شيرين بحفل زفافها مع حسام حبيب، وبعدها حصل خلافات وخناقات كتير اتسببت في طلاقهم للمرة الأولى في 2021، وكان في شهر ديسمبر. وكمان نشرت شيرين بيان رسمي بتأكد فيه انفصالها وإن كان في هدوء تام. وبعد الانفصال بفترة قصيرة شيرين حلقت شعرها زيرو، وكمان حبت تشاركنا وطلعت في حفلة كبيرة في أبو ظبي وهي حلقة شعرها. ولما اتسألت عن سبب الحلاقة دي قالت بسبب خلافي مع حسام، كنت مضغوطة جدا ووصلت لحالة نفسية صعبة، اضطريت أحلق شعري. وفي الفترة دي شيرين خسرت كتير من أصحابها وأهلها وأخوها اللي كان متضايق جدا من تصرفاتها. وفي نفس السنة في شهر نوفمبر أعلنت إنها دخلت مصحة للتعافي من الممنوعات بعد ما احتجزها أخوها. وبعدين حسام استغل الموضوع بشكل إيجابي وقال لها أنا الوحيد اللي هقف جنبك وأحميكي من أخوكي ومن مشاكل أخوكي. وبعدين فاجئت الكل بعقد قرانها على حسام حبيب تاني، وده كان في برنامج الحكاية مع عمرو أديب. واتكلمت وقالت أنا بعتذر لحسام عن أي كلام صدر مني في يوم من الأيام، أنا في عصمة راجل طيب جدا وإحنا كنا ضحية لحاجات كتير قوي والحمد لله ربنا فكها. أما عن سبب الانفصال اللي حصل من كام يوم من بعد ما رجعت لحسام، ما كانش فيه وفاء بينهم ودايما كان فيه مشاكل، وده بشهادة أصدقائها وبشهادة الناس اللي كانت بتتعامل معاهم. القصة الأخيرة حصلت إن شيرين كانت رايحة في حفلة روائع السنباطي. الحفلة دي كانت هي فيها وصابر الرباعي ومي فاروق واحمد سعد، وحصلت خناقه كبيره جدا بينها وبين حسام. سبب الخناقه هو تدخلاته وقبول لشغل شيرين بدون علمها، ورفض شغل ليها بدون علمها برضه بصفته ان هو زوجها ومدير اعمالها. وبالتالي حصلت خناقه كبيره جدا بينهم لدرجه ان شيرين رجعت لوحدها في الطياره بدون حسام، يعني كل واحد رجع لوحده. شيرين عبد الوهاب دخلت في حاله سيئه جدا لدرجه ان في الايام اللي فاتت نجمة كبيرة، والنجمة الكبيرة ديت أحلام اللي بتقدم برنامج على قناة أبو ظبي، برنامج كبير اسمه أحلام ألف ليلة وليلة. وطلبت من شيرين إنها تظهر معاها في حلقة مقابل أجر مادي مغري جدا وصل ل 300 ألف دولار، يعني 15 مليون جنيه مصري. لكن شيرين اعتذرت وقالت أن نفسيا مش قادرة أطلع. شيرين رفضت المبلغ ده في حلقة مدتها ساعة أو ساعة ونص، وده لأن هي قالت أنا والله حالتي النفسية اللي تسمح بده، وده بيأكد إن نفسيتها كانت وحشة جدا. رجعت هي من الرياض وقررت واتفقت على الطلاق، وبلغت بعض أصدقائها من ضمنهم أحمد سعد، وبعتت رسالة لعمرو أديب، وطلع وقال في برنامجه برنامج الحكاية وأكد على انفصالهم، وقال أنا كلمتها وقالت إحنا انفصلنا انفصال حضاري في هدوء تام، وأنا كويسة وهو كويس، وإنهم قرروا الانفصال بشكل رسمي. هل حسام هينتهي من حياة شيرين عبد الوهاب رغم انفصالهم للمرة الثالثة؟ أعتقد لا، لأن حسام حبيب قدر على نفسه فنيا، لأن هو كان مطرب أو مؤدي أو مغني، لكن هو نهى ده خالص وبقى بيشتغل شيرين. يعني لما حد كان يجي يسأله يقول له أنت بتشتغل إيه؟ يقول له أنا شغال شيرين. وكان هدفه إن هو إزاي يقدر يستفيد من شيرين على مستوى العلاقات أو على كل المستويات. يا ترى هل هو هيتنازل عن المشروع في الفترة اللي جاية؟ الله أعلم. وإحنا بنطلب من شيرين إن هي تركز في شغلها وتركز في حياتها لأنها تستحق الأفضل.